حاجات ما نقولهاش للست اللي لسه والده. رضعي البيبي كويس، يعني هي هتجوعه مثلا؟ كلي كويس عشان ترضعي البيبي كويس؟ لا لا لا، هي هتدخل في اضراب عن الطعام. خلي بالك من صحتك، اوعى يجيلك برد علشان البيبي. لا لا لا، هي نفسها يجيلها برد مستنياه. تعبانه ايه ومرهقه ايه اجمدي كده؟ انت لسه شفتي حاجه؟ انتوا عارفين بقى ان الجمله دي جابت لي انا شخصيا اكتئاب 3 شهور. بدون ادنى شك الام اكيد هتاكل قد ما تقدر علشان ترضع البيبي كويس، وهتبعد عن اي مصدر ممكن يجيب لها بعد الشر نزله برد. الملاحظ هنا ان العامل المشترك ما بين كل الجمل اللي انا قلتها دي ان محدش بيكلم الام عن نفسها، فاكتر وقت هي ممكن تكون محتاجه فيه الدعم والكلمتين الحلوين، واننا نسالها عن نفسها ونفرفشها ونريحها. ما تستهونوش بالكلام ده علشان الام ما تقعش فريسه للمشاعر السلبيه واللي احيانا بتظهر في فتره ما بعد الولاده. لو لسه والده او ولدتي قبل كده، شاركيني واكتبي لي في الكومنتس يا ترى ايه اكتر الجمل اللي ضايقتك وما كنتيش حابه تسمعيها. وانا عارفه انكم ما تتوصوش، بس ما تنسوش الفولو واللايك والشير والحاجات اللي انتوا عارفينها.